والكرة على طول بيضغط رمضان، ودي جون انطوي بيلتحم، ولكن صفارة وخطأ لمصلحة ويلسون. المباراة اشتعلت والتهبت مع بداية أهداف النادي الأهلي. الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء عن طريق رمضان، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 86 عن طريق غالي. أشعل اللقاء ووضع أمال ووضع طموحات وحط حساسيات وانفعالات معتادة ومطلوبة في كرة القدم. مش هنقول إنها شيء غريب، أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، وهي دي كرة القدم. جماهير النادي الأهلي شحنت البطاريات بعد هدفين متتاليين، وآدي وليد سليمان كرة مش حلوة يا وليد، توصل سهلة في المتناول عند رمزي صالح. بدأنا نلعب في أول دقيقة من الثمان دقايق، على طول رمزي، وليد سليمان، أسامة عزب بيرد، الكل بيحاول ان هو يبعد الكرة عن منطقة الخطورة. صفارة وخطأ لمصلحة تاني أحمد الشيخ. على طول صالح بيغير اتجاه اللعب عند وليد سليمان، اتحرك الشيخ عايز يعدي ودخل في مكان خطير، ولكن موسى داو على طول بيحط رجله ويطلع الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى ركنية. ركنية لمصلحة النادي الاهلي، تتلعب على طول على القائم الثاني، ودي ارتقاء وابعاد من مدافع النادي الاهلي وتتحول علشان تبقى ركنية. مباراة كبيرة وجهد بدني كبير واستبسال وطموح وكل المفردات اللي انت عايز تقولها قول. تتلعب الركنية، ولكن على طول ابعاد وخطأ لمدافع النادي المصري. صفارة ضربة حرة مباشرة لمصلحة أسامة. دفع من سعد سمير. رمزي صالح هيلعب الضربة الحرة المباشرة، وجماهير النادي الاهلي على اعصابها، والكل بيتابع الخمس دقايق المتبقية من الوقت المحتسب بدل ضائع، كله بيتابع اللقاء وهو واقف. الاعصاب على صفيح ساخن زي ما بنقول. ويلسون بيلعب الضربة الحرة. وليد سليمان رؤوف بيحافظ على كورته وبيسدد، ولكن في المتناول عند شريف إكرامي. على طول شريف بيسابق الوقت والزمن. أسامة عزب، حسام غالي بيلعب بروح كبيرة جدا جدا. حسام، صفارة وخطأ ضد رمضان صبحي اللي لازم يهدى. موهبة كبيرة، ولكن لازم رمضان يهدى. عمل بلوك واحتسب خطأ جهاد جريشة. رمزي صالح بيلعب على طول الضربة الحرة. كرة عند كابوريا، بيسدد كابوريا حلوة، بيسدد كابوريا حلوة، ولكن بيظبط على طول وعلى مرتين. شريف إكرامي بيمسك تسديدة أحمد كابوريا، ودي روح يا عيني يا عيني على الروح والاستبسال من رمضان صبحي في الكرة اللي فاتت. ودي جون أنطوي، ودي كرة ما فيهاش انسجام ولا تفاهم، دخلوا على بعض أحمد الشيخ وصالح جمعة في الكرة اللي فاتت ديت. الاتنين لعيبة شباب ولاعبي النادي الاهلي. طبعا التعادل
يوصلهم للنقطة 72 ويزود الفارق مع نادي الزمالك إلى 6 نقاط، ولكن الهزيمة هتبقي النادي الأهلي عند 71 نقطة، ويتقلص الفارق بين الأهلي والزمالك إلى 5 نقاط قبل النهاية ب3 جولات. أحمد العجود، محمد هاني، الشيخ، يضغط عليه كابوريا، احمد ايمن منصور، كابوريا بيحافظ على الكوره، موسى داو تمريره اماميه يقطع سعد، ودي الكوره الاماميه ولكن على طول بيتحرك محمد مجدي. مره تانيه تمريره للامام بترجع لصالح، صالح لرمضان، هيعمل ايه رمضان؟ دخل للقلب وبيعمل تمريره، ودي كوره متسدده ولكن مجدي بيعمل بلوك ويطلع الكرة إلى خارج الملعب، ركنية. بدأنا نلعب في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل ضائع، ولاعبي النادي الأهلي 7 أحمر داخل المنطقة. تتلعب على طول الركنية وحشة مقطوعة من على القائم الأول حسام غالي، وفي كورتين داخل الملعب، علشان كده هيوقف اللعب جهاد جريشة. طبعا هيستأنف بإسقاط ويديها للنادي الأهلي. مرة تانية تتنفذ الكرة، رمضان في اللقطات الأخيرة يطلع وليد، العرضية أرضية بترجع له مرة تانية، لسه ما خرجتش والكل بيبص، وادي العرضية وادي الكرة وادي الفرصة. مش عايزة تبتسم ولا تتأمل ولا تسعد جماهير النادي الأهلي. ضربة راسية من الجولدن بوي جون أنطوي بترتد من الأرض وبترتد من عرضة رمزي صالح اللي اختل توازنه، ولكن بترتد الكرة الراسية. بص شوف بتخبط في العارضة، والمتابعة ما يقدرش يترجمها رمضان إلى داخل الشباك. لكن مباراة كبيرة، مباراة مثيرة، مباراة في سهرة رمضانية مميزة جدا جدا من النادي الأهلي والنادي المصري، تليق باسم الفريقين الكبيرين. أحمد رؤوف بيعمل تمريرة ولكن راية وصفارة. ادي كورة وليد سليمان وراسية جون أنطوي، حطها بقوة في الأرض، بتخبط في الارتفاع 2 متر 44 سنتي، والمتابعة من مين؟ ده من سعد سمير، ده سعد سمير على بعد خطوة ما قدرش يترجم الفرصة الماسية الألمازية للنادي الأهلي إلى هدف. اللقاء متوقف وفي خطأ لمصلحة المصري. وليد سليمان على طول يعمل إبعاد، ويلسون بيرد، وبدأنا نلعب في الدقيقة 9. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة النهاية في هذا اللقاء المثير والعجيب بفوز النادي المصري على النادي الأهلي 3-2 في النهاية. لا يسعني إلا